الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أفضل الرجال وأقوى الرجال وأشجع الرجال صلى الله عليه وسلم. والله أنا في كلام باقي لي في حلقين وإلا أقوله هو تذكير لي وليكم. اليوم اللي بيموت فيه واللي بتموت فيه ما حيكون يوم مميز، حيكون يوم عادي. الواحد يصحى من الصباح يشرب الشاي يفطر يتغدى تخش الفيس تخش التيك توك تمشي الجبنة تضحك تهزر تكورك، يوم عادي. بطلقة مت، بتدوين مت، بمرض مت، موت الله العادي مت. المهم بعد ما يدفنوك في القبر الناس بتشاور، ما هم برا صح؟ السواني يا جماعة ندق وين؟ يستقبل الضيوف ديل وين؟ الزول بيكون عنده مشوار بيمشي، الوراه حاجة يمشي بيعملها، الشغال بيمشي ينوم عشان بكرة يصحى ويفتش ليه شغل يفتش ليه رزق. دفعتك صاحبك زميلك هيزعل كم يوم كده أو ينشرك في الفيس مع ايموجي بيكا كده وقلب مكسور وبتاع وتاني حيرجع يعيش عادي. ما حيكون في تغيير لا في السودان لا برا لا في البلد لا في الحلة ولا في الأسرة. أمك وأبوك وأخوانك أسرتك أولادك ديل صاحب بيحزن حزن طويل يعني، وحيفضلوا يدعوا لك، ما عندهم حاجة غير الدعاء. هم زاد الحياة ما بتجيب عليك ولا على أي زول. الناس اللي بتتعامل معاهم سيد الفرم البغالة العربية بتاع الركشة حيشتغلوا عادي بغض النظر عن انت حي ولا انت ميت، اي شيء حيستمر. والحاجة ما عشان هم كعبين ولا ما عندهم ذوق ولا عشان الناس اتغيرت ولا غير. الدنيا دي اصلا كده يا اهل. اي زول عنده احتياجات، ياكل يشرب يرفه يقرا يشتغل، دي حياة طبيعية. الوحيد الحياة حيتغير تغيير جذري انت، لا في زول بيقف معاك ولا في زول عنده لك شيء ولا اي حاجه. هتشيل شيلتك دي براك يا معلم. وزي ما بيقولوا قيامتك قامت، هي القيامه دي الا تحضر المسيح الدجال وياجوج وماجوج والشمس تجيك بالمغرب، ديك القيامه الكبرى. الموت والقبر والبرزخ والحياه دي القيامه الصغرى. انت قال لك شنو؟ لو عملك كعب وساك الدنيا دي قروش سرقه حق ناس وغش طاقية دفوق طاقية دولة بتصدق ولا بتقرا ولا بتقرا قران ولا بتصلي وغافل غافل غافل لبتين. لما تخش القبر بعد تخش هتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت ويا ريتني سويت ويا ريتني فعلت ويا ريتني ويا ريتني ويا ريتني ذات ما بترجع الدنيا ولا حترجع. لانه كلام العقل البسيط يا اخواننا ما في زول مات جرايه تاني الدنيا دي. هتقول قيل رب رجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. يا رب رجعني عشان اعمل واعمل وافعل. ربنا يقول لك كلا انها كلمه هو قائلها، ما في رجعه ثاني. نسأل الله إنه يحسن خاتمتنا، ونسأل الله إنه يهدينا ويهدي بينا ويجعلنا